وصلني وأرسل إلي أحد الإخوة مقطع فيديو فيه تلحين على الآلات الموسيقية لسورة المزمل، والمغنون ما أدري رجال أو نساء، الأصوات متقاربة. المهم الأغنية بالآلات الموسيقية لسورة المزمل، هذا كفر بالله عز وجل، وكل أدلة الاستهزاء تتنزل عليهم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا استهزاء وكفر، كفر مخرج من الملة إن كانوا مسلمين من قبل، وإلا فزيادة في الكفر. والمغنون عرب لسانهم عربي فصيح، لا لكنة كلكنة الأعاجم، بل هم عرب. فهذا المنكر العظيم ندعو فيه علماء الإسلام في جميع الدول أن ينكروا هذا المنكر كي ينقطع أولا ولا يتسع ولا يتكرر. ويجب أن تتعالى الأصوات في رد هذا المنكر وإسكات أهله. وأيضا على حكام المسلمين في دولتهم الذي ينتمي إليها هؤلاء أن يأخذوا على أيديهم وأن يعاقبوهم بما يستحقون، وأن يحيلوهم إلى المحكمة الشرعية لتحكم فيهم بحكم الله جل وعلا. وليعلم الحاكم الذي يأخذ على أيديهم أن هذا بإذن الله من أسباب تثبيت ملكه ورفعته وعزته، وسيكرمه الله عز وجل لدفاعه عن كتاب الله جل وعلا. وعلى كل قادر أن يلزم هذه الشركة اليوتيوب أن يحذفوا هذا المقطع وأن يوقفوا نشره. فهناك أناس أعطاهم الله عز وجل قدرة على ذلك، لتتعاون وتتضافر الجهود في إنكار هذا المنكر. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقد أنكرنا بما أقدرنا الله عز وجل عليه، وهو الإنكار باللسان. وندعو كل من كان قادرا على الإنكار بلسانه والإنكار بيده أن يتعاونوا في ذلك لصد هذا المنكر وهذا الاعتداء على كتاب الله جل وعلا. فما يصدر هذا إلا من قوم ساءت نياتهم وفسدت وقست قلوبهم وظهرت إراداتهم السيئة في تشويه الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يردهم على أعقابهم، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.